السلام عليكم يا احلى ناس في الدنيا، بتحب الرعب، بتحب التجارب او الفضول زي ما تسموها يعني. اللي فات طبعا حاجة، اللي جاي حاجة تانية خالص. كل اللي فات ده يا دوب كانت بداية تجاربي في العالم ده او في الحاجات الغريبة دي. لو انت حابب تعرف ايه اللي حصل لي طبعا مع كتاب شمس المعارف، هتلاقي اللينكات بتاعت الفيديوهات اللي فاتت ظهرت فوق بالترتيب. تقدر تخش تتفرج عليهم وتعرف انا اشتريت الكتاب ازاي وحصل لي ايه من وراه وشفت ايه. كل ده يعني هتلاقيه موجود في الحلقات التانية وهيشبع فضولك. لو مش حابب وانت فتحت الفيديو زي ما يجي، خليك هتفهم الفيديو ده برضو ماشي ازاي. استمتع. طبعا زي ما انتوا عارفين ان رجعت البيت لقيت الكتاب موجود على سريري. مش بس كده، هو مفتوح. انا مش فاكر اصلا انا فتحته، بس هو مفتوح على صفحة ايه بقى، او جالي من وراه ايه المرة دي لما اتفتح. ده اللي هنعرفه في الفيديو ده. طبعا انا الجزء ده بالذات انا كملت فيه قرايه، وكان اسم الجزء ده كالاتي: استكمال سلالة الأنسبة كاملة الآدمية. طبعا ايه يا عم المكتوب ده؟ انا مش فاهم حاجة بصراحة، بس هو جزء طويل شوية وبيخليك كده تتشد كده في القراءة فيه. طول ما انت بتقرأ انت عايز تكمل. هو ده اللي انا كنت حاسه بالظبط، عايز اكمل قراية. وفضلت مكمل طبعا بقيته. ومش كل يوم كنت بقرا، يعني انا كنت مثلا اروح من الشغل النهارده اقرا لي صفحتين ثلاثه. هو كان كبير طبعا زي ما انتم عارفين. وطبعا في يوم نمت وانا بقرا، لقيت ايه بقى؟ حلمت ان انا في مكان قديم كده، زي ما يكون عصر تاني غير العصر بتاعنا، وفي ناس كتير بقى، مكان زحمه، سوق تقريبا، وفي راجل واقف وحواليه بتاع 8 9 بنات على الارض، شكلهم كده عيني متهان او مذلولين مش عارف. بس هو اللي انا عرفته بعد كده ان الراجل ده بيبيع عبيد. الغريب بقى في الموضوع ان الراجل ده انا عارفه، الراجل ده وشه مألوف بالنسبه لي. يعني عارف انت، انا شفته في حته قبل كده بس انا مش فاكر فين او مش عارف اجمع منظره، بس انا عارف الراجل ده. وطبعا انا ضمن الناس اللي بتشتري العبيد دول، اللي هم غريبه قوي انهم بنات بس، ما بيبيعش رجاله، هو بنات بس. وانا ضمن الناس اللي المفروض بتشتري. يعني في ناس واقفه تتفرج، رجاله وستات المفروض بيشتروا العبيد دول. انا منهم، انا واحد واقف بتفرج. فانا بصراحه واقف ما بعملش حاجه، انا عمال ابص حواليا ومستغرب. والحلم المشكله ان هو كان بجد جدا. يعني انا فاكر اوضتي وفاكر ابويا وامي وفاكر العيله وفاكر جامعتي وفاكر كله. بس الفكره ان انا الحلم ده زي ما يكون بجد، او زي ما اكون انا اتنقلت للموضوع ده. وفي لحظه والتانيه بنت من اللي موجودين حوالين الراجل ده تشاور عليا وتقول ادمي. ادمي يعني ايه ادمي؟ كلنا ادميين. فانا طبعا انا وقفت كده بصيت حواليا، ما حدش، انا اللي بتشاور عليا انا، يعني مش واحد ورايا مثلا، واحد جنبي، لا انا لوحدي واقف في الناحيه دي وعماله تقول ادمي ادمي ادمي. فانا بصيت حواليا لقيت الناس بدات تركز، الدوشه اللي في السوق بدات تهدى ويبصوا عليا انا كلهم. فطبعا الموضوع بقى بجد يا جماعه. فبقول ايه يعني ادمي؟ مش فاهم. كلنا ادميين، مش احنا كلنا ولاد حواء وادم؟ زي ما اكون شتمتهم بالاب او الام بالظبط. كله صار كده وبدا يتنرفز ويزعقوا فيا: انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش عارف ايه. ولقيتهم كلهم بيتجمعوا، واللي في ايده حاجه سابها، واللي بيعمل حاجه فكس منها وجاي عليا، لا بيجري عليا. طبعا انا شفت المنظر ده، ارجع قمت جاري. فضلت اجري وهم ورايا كتير جدا، تقريبا السوق كله بيجري. حتى البنات اللي كانت قاعده عبيد دول، يعني المفروض ده كان انا كل ده بيجري ورايا. مش عارف ليه، عشان كل ده عشان قلت لهم احنا كلنا ولاد حواء وادم، مع اننا احنا كده فعلا. المهم انا فضلت اجري لحد ما وصلت لحته سد. ايوه وصلت لحته لقيتها سد، بس انا طبعا كنت سريع شويه، فهم كانوا بعيد عني، يعني كانوا بياخدوا فتره على ما بيوصلوا لي. فانا سامع رجليهم جايه، يعني وقفت في السد دي ومش عارف اروح فين، بس انا سامع رجليهم جايه. واول ما رجليهم قربت خالص وبدا اول واحد يظهر، باب جنبي يفتح واتشد لجوه، باب يقفل تاني. طبعا كان نهار ونور وشمس، فمن نهار ونور وشمس العتمه مش شايف اي حاجه. واشوف الاقي النور خفيف كده يجي على وش واحده. بصوا هي مش جميله، هي اجمل شيء، هي مفيش اجمل من كده حاجه. يعني بنت كما الكتاب بيقول، بنت صح جميله جدا واقفه، هي اللي انقذتني من الناس دي وشدتني لجوه. يعني انا اصلا انا قلت ان دي ملاك. لو انا مثلا كنت شفت حور عين او شفت شكلهم كنت قلت ان دي حور عين وربنا بعتها لي ينقذني. فطبعا انا بصراحه يعني سرحت في الجمال. انت متخيل ان انت في جمال سرحت في وشه؟ انا شفت جمالات كتير بس ما شفتش كده. وفضلت واقف قصادها انا ساكت، اللي هو انت ايه؟ انا عايز اقول لها انت ايه؟ ويبدا كلامها بانها تقول لي انت عملت لهم ايه؟ قلت لها والله انا ما عملتش اي حاجه.
انا قلت لهم بس ان احنا ولاد حواء وادم، وفعلا احنا ولاد حواء وادم، كلنا ولاد حواء وادم. انت بنت مين؟ ده انت تلاقيك حواء نفسها. هي برقت لما قلت لها كده، برقت يعني هي برقت ورجعت كده لورا وقالت لي طب ما تقولش كده تاني. في ايه؟ طب ليه؟ انا عايز افهم. قالت لي ما تقولش كده تاني وخلاص. فلسه هكمل كلام لقيتها حضنتني بدون اي مقدمات، حضنتني. ايوه طبعا يا جماعه انا في حضن اجمل واحده في الكون تقريبا، او اجمل واحده شفتها في حياتي. ما حسيتش باي حاجه. وطبعا انا مش هحكي لكم اللي حصل، انتوا عارفين اللي في دماغكم صح. ايوه اللي في دماغكم صح حصل. وصحيت من النوم بقى مبسوط جدا. اجمل حلم عدى عليا في حياتي، وفي هدوء في الاحداث في حياتي، والايام بتعدي كده مرور الكرام، ويعني حياه كده من الراحه النفسيه الجميله جدا. لان انا عارف ان انا مروح انام عشان اشوفها. للاسف ان هي كانت بتكلمني بطريقه غريبه، اللي هو انتوا كبشر عندكم ايه؟ هي بشر زينا، بس انا قلت يلا خد على قد عقلها، يعني حلوه وتعمل اللي عايزاه يعني. فانا سميتها حور، وفرحت جدا لما عرفت ان حور ده يعني بنقوله على اجمل بنات في الجنه عندنا كبشر هم حور عين. فانا سميتها حور من كتر ما انا شايفها جميله وكده، ففرحت جدا بالاسم. وتقريبا احنا كان بينا حياه، احنا كنا عايشين مع بعض. انا كنت بنام عشان احلم بيها وعشان اشوفها وبس، ما كنتش بنام عشان عايز استريح. انا كنت بنام وتقريبا كنت بعرف انام بسرعه، حتى لو كنت لسه صاحي ممكن انام تاني عادي وانام بسرعه عادي، ما بتفرقش معايا. والدنيا كانت حلوه، عايشين مع بعض جمال جدا، اتنين حلوين عايشين مع بعض. المشكله ان احنا عايشين مع بعض في دنيا الاحلام الحقيقيه جدا. وفي مره اترعبت منها جدا، لقيتها بتقول لي انا حامل. فانا قلت لها ايه؟ حامل ايه؟ ازاي؟ قلت لها هو ايه اللي ازاي؟ قلت لها يعني ايه حامل؟ انا مش فاهم. انا اصلا كل ده في حلم، احنا في حلم. ايوه انا في الحلم بقول لها ان احنا في حلم، يعني انا في الحلم عارف ان انا في حلم. قالت لي لا حلم ايه؟ احنا مش في حلم. ايه يعني ايه مش في حلم؟ قالت لي ايوه انا بسيبك تنام وبمثل عليك الحوار ده في حته كده، باخدك اوديك في حته يحصل اللي بيحصل وانا ايمك تاني وترجع تاني في مكانك تفتكر ان انت في حلم. قلت لها معلش انا مش فاهم يعني ايه؟ يعني انت بتخش بيتنا ازاي وتصحينا ازاي؟ قالت لي طرقي بقى، انا ليا طرقي. قلت لها طب ماشي، بالنسبه للناس اللي كنت بشوفهم، العبيد اللي كانوا بيتباعوا والديكور بتاع الابنيه اللي كان متغير لحاجات قديمه كلها. قالت لي انا كنت بعمل كل ده. قلت لها يعني ايه بتعملي كل ده ليه؟ عشان تبقي حامل؟ انا مش فاهم ايه يعني بقى ايه اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي اهو بقى. قلت لها لا انا كل ده بيحصل ما بيننا عشان عارف ان احنا في حلم. قالت لي مين قال لك كده؟ انت مش ملاحظ ان انت عايش واقع اوضح من الحقيقه، اكثر وضوحا من اي حاجه انا شفتها في حياتك؟ قلت لها ماشي انا معاك في كده، بس ده بيحصل ما بيننا عشان انا في حلم، يعني انا ما اقدرش اعمل كده في حياتي الطبيعيه. قالت لي انت مين قال لك انك مش في حياتك الطبيعيه؟ قلت لها ازاي يعني انت كده بجد؟ انت كده حامل بجد وخلاص كده وايه ايه؟ قالت لي ما اعرفش احنا لازم نتجوز. قلت لها نتجوز؟ احنا في حلم، هتجوزك ازاي؟ احنا في حلم. قالت لا مش في حلم. طب جرب تصحى كده. الجمله دي صدمت فعلا، جرب اصحى. فها مفيش، ما بصحاش، افكر بدماغي طب انا كذا هصحى هعمل، مفيش. وبعدين نتجوز ايه يعني؟ انا ما اعرفش اسمك، ده انا اللي قايل لك الاسم ده، ما اعرفش ديانتك، ما اعرفش ابوكي، ما اعرفش عيلتك، ما اعرفش منطقتك، انا ما اعرفش عنك اي حاجه. قالت لي بسيطه يا سيدي، تحب تعرف ايه؟ كانت بتتكلم ببرود غير طبيعي. فقلت لها احب اعرف ايه؟ احب اعرف ازاي احنا مش في حلم. قالت لي بسيطه برضو، جرب تصحى. قلت لها حاضر، بس لو صحيت انا مش عايز اشوفك تاني. قالت لي بس جرب. جربت ما صحيتش. طيب انا بفكر اصحى، يعني تخيل نفسك ان انت في حلم بتفكر تصحى وما بتصحاش، يعني ده معناه ان انت ممكن تفضل متعلق في الحلم ده بقية حياتك، اللي هو اصلا حاجة غير حياتك برضو. يعني انت عارف ان انت في حياة عشتها في دماغك، بس انت في مكان تاني غير الحياة اللي انت عشتها فيه. موضوع ملخبط. فقلت لها طب ازاي؟ انا مش فاهم. فقلت لها طيب ازاي ديكور البلد كله بتغيريه وجايبه ناس تمثل قد كده؟ طب ليه بتعملي كل ده؟ قالت لي بص انا في حاجات كتير بعرف اعملها انت بتعرفش تعملها. قلت لها طب زي ايه؟ قالت لي زي ان انا ممكن اخليك تصحى دلوقتي. قلت لها حلو، اصحى دلوقتي؟ يعني انا نمت. ايوه وهي بتقول كده نمت في الحلم، نمت صحيت في الحقيقه. طيب ايه الجنان ده؟
فانا صحيت طبعا بقول ايه الهبل ده؟ انا صحيت في سريري تاني وفي العصر بتاعي غير العصر القديم بتاع العجيب والحاجات دي. طب هي مش صحتني، هي اللي قالت لي انا صحيت. تكون عقل الباطن هو اللي عامل الكلام ده مش فاهم حاجه. فخلاص بقى انا بدات اتوغوش وبدات احس ان الموضوع بجد. فقلت ايه، انا خلاص بعد كده انا لما اشوفها هفكستها. انا خلاص سيبني منها خالص. يعني ايه يعني حامل؟ انا ده لو طلعت بجد انا ابقى ملعون في ديني. ايه اللي هي بتقوله ده؟ طبعا صحيت عشت يوم طبيعي خلاص مفيش اي حاجه. خلصت يومي وشغلي ورجعت بيتي، طلعت الكتاب وقعدت اقرا فيه شويه. اما ان انا بقرا تيجي حاجه كده اقراها وسط الكلام، جمله انا حامل. جسمي اشعر كده مره واحده، اتعدلت بسرعه في ايه ببص. الحمد لله لقيته يعني اعتراف من جسم من حد، يعني ان هو يحمل شيء داخل جسمه وكده. يعني اعتراف معين كده لشكل حاجه تاني، يعني ملهاش، يعني بلاش نخش في الجزئيه دي تفصيلا. بس الفكره ان انا كنت بقرا بعيني مش مركز، لكن مخي مركز في حور. ويا ترى هيحصل ايه لما اشوفها تاني؟ لدرجه ان مصحاني الجمله هي قالتها لي، جمله انا حامل. ده بدأ تفكيري يتشتت وقلت يا رب تكون صدفة مش أكتر. وصدفة في الجزء ده مش جاية زي ما هي قالت لي ومش عارف إيه بتاع، وتمام عادي مش مهم. طبعا أنا مستغرب، أنا لاحظت إن أنا بقالي أسبوعين ونص ولا حاجة بحلم بيها هي بس. كل يوم حور 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 في إيه؟ مش خلاص كفاية. ونمت وحلمت حلم غريب جدا. حلمت إن أنا واقف في نفس المكان اللي هو العصر القديم ده، وجات ست عبده من العبيد اللي كانت بتتباع تحت الراجل ده اللي هو اللي شكله مألوف عندي، جايالي تديني طفل. خدت منها ببص في وشه لقيته عيل طفل عادي يعني صغير بيعيط وبتاع. انت بتقول لي اتصرف في الادمي ده. انا مش فاهم يعني ايه اتصرف في الادمي ده، بس انا شايله وخلاص. وابص جنبي الاقي شويه نار، بركه من النار كده او كومه من النار، وانا شايل الطفل ورايح بيه للبركه دي. فضلت واقف قصادها شويه بص للطفل وابص للنار، وفجاه قمت رامي. الصوت ده كان صوت حور. بصيت فجاه الاقيها قاعده على الارض ورايا وعماله تصوت وتقول ابني ابني ابني، انت شيطان انت شيطان انت شيطان، وعماله تعيد فيها، عماله تعيدها بطريقه غبيه، انت شيطان انت شيطان انت شيطان. وانا عمال اقول لها ده مش ابننا، ده واحده جابتهولي، ده مش عارف ايه، انت شيطان. وبدات تقف على حيلها، هي تعيد فيها وتقف على حيلها، وصوتها يتخن ويبدا يتغير ويتحول مع شكلها اللي بدا يظهر لما بتقرب اكتر فاكتر. والاقي وشها شاحب زي الميتين، وش مرعب، وش غير طبيعي، وشها تشكيلته مش زي البني ادمين خالص، وش غريب وعماله بتقرب. وانا ثابت مكاني مش عارف ارجع ومش عارف اتحرك، يعني انا زي ما اكون لزقت في الارض. وفجاه يعم الهدوء، كل حاجه هديت، كله سكوت، ولحظه والتانيه ويجي بعدها صوت مشنقه كانها اتفتحت. وفجاه لقيت جسم وقع عليا برجليه. انا وقعت طبعا من الخبطه، بس الجسم ده ما كملش وقع، يعني لقيته متعلق. لا هو مش متعلق، هو مشنوق. الجسم ده كان مشنوق وبيموت دلوقتي، يعني الجسم ده اتفك دلوقتي وانا في السواد. طبعا السواد اللي انا فيه ده مش عارف فيه ايه ولا اخرته ايه. فضلت ارجع برجلي وظهري لورا، ارجع لحد ما قمت وكملت جري. فضلت اجري وانا مش عارف انا رايح فين ولا السواد ده اخرته ايه اصلا. عارف لما تكون بتجري على سطح مثلا والسطح ده مالوش سور تروح واقع زي ما انت، هو ده اللي حصل. فضلت اجري اجري اجري، رحت واقع، معرفش وقعت ازاي في السواد اللي انا فيه ده. فضلت اقع، وطبعا انا بصرخ عمال اصرخ من الوقعه الغريبه او اللي بيحصل لي ده. فجاه اصحى الاقي نفسي على الارض جنب سريري، واقع من على السرير على الارض في اوضتي، مش مجمع اي حاجه. طبعا فوق في نوع من انواع الهدوء النفسي، اذان الفجر قمت شربت وغسلت وشي وجيت صليت وبتاع، هدوء راحه كده داخليه يعني. ورجعت نمت تاني. حلمت بايه؟ حلمت ان في ست تقرب عليا، ست حامل تقرب عليا في وسط نفس الثواني وعماله تقرب وانا برجع. هي بتقرب وانا برجع، بس انا مش برجع، انا بتحرك حركه الرجوع بس انا ثابت مكاني، او هي اسرع انا مش عارف، بس هي بتقرب اكتر ما انا برجع، مع انها هي المفروض حامل وماشيه بالراحه. المفروض تقرب تقرب لحد ما وشها بقى في وشي.
تفضل عينيها في عينيا لمدة لا تتجاوز الدقيقتين، وهي بصة خلفت. أيوة، وهي واقفة عينيها في عينيا طفل نزل منها، أو هو مش طفل، هو شيء غريب، أو طفل شبه اللعبة واقع على الأرض باصص لي ما بيننا احنا الاتنين، وهي بصالي. طالع منه أصوات غريبة، مش طفل، هو في حاجات غريبة طالعة والناس بتصرخ ومش عارف ايه، في حاجات غريبة. وطبعا أنا مش عارف ايه اللي بيحصل لي ده، وأنا ازاي واقف هنا، أو ليه واقف هنا أصلا، ايه اللي حصل ده كله. ولحظة والتانية هدوء برضو، واصحى كأني نايم في الأرض. ولا مش كأني أنا نايم في الأرض، بس أنا في الزمن اللي شفتها فيه أول مرة. طب وبعدين؟ أنا شكلي يا هعيش هنا يا مش هرجع بلدني، يعني مكاني تاني أو عصري تاني، مش راجع تاني خلاص. لقيت نفسي نايم جنب الحيطة السد اللي أنا وصلت لها أول مرة لما كنت بجري منهم، بس المرة دي محدش بيجري ورايا، وهي ما فتحتش الباب خدتني. ده معناه إيه؟ معناه إن أنا تقريبا واقف هنا لوحدي. يجي المخ يقول لك إيه أقرب حاجة ممكن تعملها في الموقف ده؟ الموقف ده أنت أقرب حاجة ممكن تعملها تروح للراجل الوحيد اللي أنت اكتشفت إن هو مألوف بالنسبة لك، أو تحس إنك عارفه. أكيد هو عنده معلومات أو عنده أي حاجة تقول لك عكس كل حاجة في دماغك. ورحت له اتكلمت معاه، دخلت قلت له بعد اذنك يا عم الحاج، انا بدور على واحده اسمها حور، بما انك يعني تعرف الستات وكده، بتبيع ستات بيع عبيد ستات، فاكيد عارف حاجه كده زي كده. قال لي واحده اسمها حور، مفيش حد هنا بالاسم ده. قال لي طب اسم عيلتها ايه؟ قلت له مش عارف، انا عارف ان هي اسمها حور. وبدات اقول له مواصفاتها. قال لي عرفتها ومش عارف ايه. قلت له ايوه هي دي انا عايزها. قال لي هي ما اسمهاش حور. قلت له ما اسمها ايه؟ قال لي اسمها بدور. قلت له بدور؟ طيب ايه بدور دي؟ قال لي وناس تانية بتقول اسمها دميانة. قلت له هي مسيحية؟ قال لي برضو ما نعرفش، احنا ما نعرفش عنها حاجة، هي بتظهر اوقات وتختفي اوقات، بس بقالها فترة مختفية. قلت له طيب انا عايز اروح لها. قال لي هي بقالها فترة مختفية عشان هي ميتة. قلت له ايه؟ ميتة؟ قال لي ميتة، ماتت. قلت له ماتت امتى؟ قال لا دي بقالها كتير، بقى بتاع شهرين تقريبا. قلت له شهرين؟ ميتة بقالها شهرين؟ قال لي مالك مستغرب ليه؟ انت تعرفها؟ انت ايه من قرايبها ولا ايه؟ قلت له لا انا مش من قرايبها، شكرا. وسبته مشيت وانا دماغي يعني 100 بحر اسئله في دماغي عمال تجيب وتودي، لحد ما الصدمه الكهربائيه بالنسبه لي الاقيها واقفه قدامي بدور او دميانه او حور اللي انا بشوفها واللي بتجيلي كل يوم في الحلم، واقفه قصادي اللي الراجل قال لي عليها انها ميته، وبتبتسم لي دلوقتي. وطبعا جه في دماغي لحظه كده الراجل بيقول لي دي ميته، انا مصدوم، الميته واقفه قصادي والاقيها بتشاور عليا وبعد كده بتشاور على قلبها. انت ليا، ده معناها او انت بتاعي او انت انا او انت وانا، هي كده. طيب حلو، انا المفروض اعمل ايه بقى؟ لقيتها مشيت، رحت ماشي وراها، وطبعا وقفت فوقفت معاها، وحصل بينا الحوار. لقيتي بقول لها انت ليه بتعملي فيا كده؟ ليه؟ قالت لي بعمل فيك ايه؟ انت اصلا عايز تموت ابننا. قلت لها ابننا ايه؟ انا في طفل جالي وانت شفتيني بعمل فيه ان انا رميته في النار وده كان غصب عني، هو ده كان ابننا؟ قالت لي ابننا؟ انت فاكر ان انا كنت هسيبك تاذيه؟ ده انا ممكن ادفنك بايدي. قلت لها طب انا عايز افوق من كل ده، انا مش عايز الكلام ده يحصل تاني، انا عايز افوق. قالت لي تفوق من ايه؟ هي لعبه؟ قلت لها هو حلم انا عايز افوق منه. قالت لي بس انا مش عايزاك تفوق، انا بحبك وعاوزاك معايا. قلت لها انا ما بحبكيش، انا مش عايز ابقى معاكي، انا مش بحبك وعاوز افوق، عايز ارجع حياتي الطبيعيه، ابوس ايدك رجعيني طبيعي وخليني افوق. لقيتها بتقول لي خلاص بقى، بعد ايه تفوق ايه؟ ما خلاص انت وقعت واللي حصل. فانا طبعا يعني مصدوم، انا مش عارف اقول لها ايه ولا اعمل ايه، انا مش عارف انا المفروض اعمل ايه او اعيش في الدنيا دي لحد امتى. بس لحظه تفكير تخليني افكر في جمله كنت بقولها دايما مش بيحبوها. لقيتني بقول لها انت مش بني ادمه، انت شيء تاني غير البني ادمين. قالت لي طب ما انت بتعرف تلاحظ امال في ايه؟ قلت لها بس انا ابن حواء وادم. اتصدمت ورجعت لورا،
فلقيتني بقول لها انت بنت مين؟ انا ابن حواء وادم، انت بنت مين؟ وعمال اعيد فيها. اللي حصل ان ملامحها قلبت خوف كلها، لحد ما هي بدات تصوت، بدا جلدها يتاكل، بدا كل جسمها يعني جلدها بدا يقع من على جسمها، وحتت من جسمها بدات تقع زي ما تكون بتتحرق، جلدها كان بيسيح وهي كانت بتتسلخ تقريبا. وانا بدات ارجع لورا خايف منها، لقيتها عماله تصوت وتمسك في شعرها وشعرها وقع، وبقت منظرها يرعب، تقريبا بان على حقيقته. وفجاه جريت عليا في وشي كده وبصت لي، مسكتني كده من كتافي وقالت لي انت ملكي، وراحت حاطه صوابعها في عينيا. طبعا هي عملت كده وانا اتخضيت ومش عارف ايه. فجاه اصحى الاقي نفسي في الاوضه عندي في سواد، انا على سريري طبعا، انا عارف اوضتي على سريري طبعا، والدنيا سودة. طبعا انا اول حاجه عملتها انا حطيت ايدي على عيني بسرعه كده، في حاجه بتاع، قعدت اشوف بعيني بس انا باصص، وفي نفس الوقت انا خايف عليها، خايف يكون بجد. انا الاحلام الفتره دي كلها بجد، الدنيا كلها سودة وانا مرعوب ومش شايف اي حاجه حواليا. يجي في دماغي امسك تليفوني وانور الفلاش، الاقي ست او شيء او حد مشنوق متعلق قصادي في الحيطه اللي في وشي. انا مش عارف اعمل ايه، البتاع ده واقف وانا مرعوب. طبعا انا شفت المنظر وفضلت اصوت وفضلت اندى على اي حد في اي حاجه، ومش عارف انا بقول ايه، الحقوني بقى وخلاص، بس في حاجه تقريبا هتاكلني، اكيد الشيء ده هياكلني، مش هيفضل كده. وطبعا في اصوات غريبه عماله تطلع، ومش كان مفيش حاجه بتحصل، يعني الشيء ده واقف ما بيعملش اي حاجه. ولقيت نفسي بزعق وبقول الجمله دي، انا خلاص هتجوزك، انا موافق، خلاص ده ابني، انا هتجوزك، انا مش عارف، وعمال اعيد وازيد في الجمله دي. وفجاه النور يطفي تاني، بس ارجع في هدوء المره دي وما فيهوش اي حاجه، وتمام على كده. وفجاه الباب يفتح ويحصل الاتي، يخش ابويا، يخش اخويا، يلف حوالين السرير، واحد يمسكني من ايدي كده، واحد يمسكني من ايدي التانيه، وتقريبا كتفوني. انا طبعا عمال اقول لهم في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ محدش بيتكلم، وعلى وشهم نظره ندم، زعل، يأس، مش عارف، بس هو في حاجه كده. وماسكني وانا عمال في ايه؟ طب انتوا ماسكيني ليه؟ انا مش فاهم يا حاج يا محمد، طب في ايه؟ ويجي وراهم واحد يخش تاني، شيخ، حاجه شخص صغير، ما اعرفش شيخ بقى مش شيخ، هو دخل قعد يلف في الاوضه كلها ويبص لي ويقول حاجات كده ببقه، يعني بيتكلم باصص لي كده، ويلف في الاوضه كلها، ويجي عند الاركان يرش ميه ويقرا عليها حاجات كده، ويجي عند عتبه الاوضه يعمل نفس النظام، زي ما يكون اللي هو احنا قفلنا المكان ده، محدش هيخش ولا هيخرج من الليله دي اللي احنا فيها دي. طبعا انا مرعوب، فاقول لهم يا جماعه سيبوني، في ايه؟ في ايه؟ لقيته وقف قدام السرير، بص لي وقال لي انت جوزتها؟ انا جسمي بارد، يعني انا جسمي كده بارد شويه كده. قلت له جوزت مين؟ قال لي اتجوزتها. قلت له هي مين ده؟ قال لي جاوبني بسرعه. قلت له هتجوزها ما اتجوزتهاش بس هتجوزها، وعلى فكره الواد ده ابني. ده اللي جه في دماغي ان هو ده اختبار باهلي وكل ده تمثيل، وبتقول لي كده عشان تشوف انا بجد ولا لا، ومش عارف يعني، ده اللي جه في دماغي. فريته بيعمل ازاي؟ يبقى جينا في ميعادنا. بداوا كلهم يقولوا حاجات مع بعض، حاجات كده غريبه، هو مش قران، هو حاجات شبه القران بس مش قران، وبداوا يقولوهم مع بعض كلهم في نفس النفس. وانا خايف، عمال اشد ايدي واعمل يا جماعه انا خايف منكم، ابعدوا عني، انتوا ماسكيني ليه؟ يا ابويا يا اخويا يا ايا كان يا جماعه. والموضوع بدا يتهز، الدنيا كلها بدات تتهز كده بيا، في نوع من انواع الزلزال كده، واصوات صريخ وناس كتير كده بتتكلم. وفجاه افقد الوعي، وفقت لقيت الشيخ ده قاعد جنبي، وابويا واخويا قاعدين بكراسي في الاوضه عندي، الكراسي بتاعتنا يعني، وترابيزه، وجايبين شاي وبتاع، جايين يقعدوا عندي في الاوضه. في ايه؟ لقيت الشيخ قاعد جنبي وبيقول لي الحمد لله على السلامه يا بطل. قلت له في ايه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش مجمع، انا مش عارف اي حاجه، ايه اللي حصل؟ قال لي انت جالك جن عاشق، حبك جن عاشق او جنيه عاشقه، وكانت حامل منك، بس انت شكلك موتت ابنها او ابنكم، فعشان كده كانت هتأذيك، وما كانتش هتسيبك غير لما تتجوزوا غصب عشان تجيب منك تاني، عشان هم حابين يكملوا نسب غير آدمي من نسب آدمي. فأنا طبعا أنا سامع وبقول له طب أنت أصلا عرفت منين؟ يعني أنت عرفت منين كل ده؟ كل ده كان بيحصل في حلم عندي. قال لي